السلام عليكم. النهارده حصاد السبت الممتاز جدا جدا جدا. في البدايه بنحب نهني منتخب قطر انه فاز بكاس اسيا للمره الثانيه على التوالي، وعلى حساب منتخب الاردن اللي هو قدم بطوله قويه جدا. النشامه عامله فريق حلو قوي ومنتخب حلو قوي ومقدمه بطوله بامانه يعني اسطوريه، اول مره يصعدوا للنهائي. فهارد لك لمنتخب الاردن. المدرب حسين عموته مدرب شاطر جدا جدا جدا، بس مبروك تاني لقطر. المرة الجاية ان شاء الله للأردن. ربنا ييسر الحال في البطولة القادمة. نروح بقى على اوروبا، لان في هناك في حاجات بتحصل كده غريبة وعجيبة. يعني ايرلينج هالاند راجع بعد اصابة طويلة، يعني المفترض يدخل في الماتشات تدريجيا، لا رجع بجونين. هو شاف ايفرتون من هنا، ايفرتون انا راجع وعايز وفي ارقام، والواد صلاح مش عارف ايه، لا انا عايز، مش هتفرق، مش عارف، انا عايز اجيب جوان. فجاب جون الاولاني برجليه اليمين، والجون التاني بانفراد الواد حاول يضغط معاه، وقع وحطها على شماله. يعني ايرلينج هالاند ما فيش كلام، يعني نو كومنت. بعدها يا دوبك خدوا الصداره من هنا ساعتين بالظبط. ليفربول راح قابل بيرنلي، قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. الثلاثي الهجومي بتاعي عايز يجيب 3 جوان، جوتا ولويس دياز وداروين مايونيز ولا نونيز، يعني ايهما اقرب الى قلبك. انا بالنسبه لي مايونيز هي الاحلى. برضو ماتش انا ما اتفرجش عليه كله بصراحه، كنت بتفرج شويه على الاردن وقطر، بس ماتش الارقام بتاعته جيده جدا. كلوب اعلن ان هو هيمشي في نهايه الموسم، فبحس ان اللعيبه بتغل كده عشان خاطر ايه؟ الراجل ده هو ماشي ياخد الدوري. نطلع بقى نسيب من دول ونروح على اسبانيا، نلاقي ريال مدريد بيقدم عظمه. اللي انشيلوتي بيعمله ده عظمه العظمه العظمه العظمه. الراجل بيلعب من غير خط دفاع نهائي. الراجل كل خط الدفاع بتاعه الاساسي بالاحتياطي تقريبا بتاعهم مصابين. حاجه اسطوريه. بيلعب يا باشا في الدفاع بكارفخال الباك اليمين اللي هو اصلا عنده مشكله دفاعيه، بيلعبوا مساك، وتشوميني خط النص بيلعبوا مساك، وبيلعب بفاسكيز اللي هو الجناح باك يمين. والجون الاساسي مصاب. لا حاجه غريبه اللي بيعمله انشيلوتي مع ريال مدريد السنه دي، من وجهه نظري اعجاز اعجاز اعجاز. فيني اون فاير، بلينجهام اون فاير، اون فاير قوي. بلينجهام بصراحه الواد تحسه عارف وهو عايز ايه ورايح يعمل ايه، ونازل الملعب يستمتع. وفينيسيوس برضو نفس القصة، نازل الملعب يستمتع. رودريجو نازل الملعب يستمتع. خط الوسط عامل مجهود جبار 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 عشان ما يبينش ان خط الدفاع مش موجود. فبأمانة تحية ريال مدريد، تقريبا شبه حاسم الدوري خلاص. الفرق دلوقتي 5 نقط عن التاني اللي هو جيرونا. ده كمان خوسيلو ضيع ضربة جزاء في اخر الشوط الثاني في الدقيقة 90 تقريبا. فألف مبروك لريال مدريد على الدوري من دلوقتي من شهر فبراير. بس مفيش حاجة تانية نتكلم فيها غير ان في ألمانيا يا جماعة في هناك حاجة غريبة بتحصل. يعني اللي بيعمله باير ليفركوزن السنة دي اسطوري واعجازي مع تشافي الونسو. يعني مش بس بيزيح بايرن ميونخ وبيشيله من على صدارة الدوري وهو بياخدها وبيمتلكها لماتشات كتير جدا. انا مش عارف اعد اخر ماتش هو تعادل فيه امتى ولا خسر فيه امتى. هو ما خسرش في اخر ماتش، هو تعادل فيه امتى مش فاكر والله بصراحه، الذاكره مش جايبه. انا مش متابع جيد للدوري الالماني، بس اللي بيعمله هناك تشافي الونسو بفريق محترم جدا هو يستحق التقدير. وبالمره صراحه ابننا مرموش جاب النهارده جون حلو قوي مع اينتراخت. بس يا سيدي خلصت اهو. كلام في الكوره جميل وحلو. اعمل لايك وسبسكرايب وشير واكسبلور وكل حاجه بقى، سواء انت على تيك توك او يوتيوب او فيسبوك او انستجرام او تويتر او ايه كان. يلا سلام.